اهلا متتبعين ديالي الزوينين، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بصحه جيده نتوما والازواج ديالكم وليداتكم كاع حبابكم. واليوم كما كتشوفوا معايا انا فايقه شويه بكري كنجمع الرحيل ديالي. اليوم الفراق ديالي انا والوالده. اليوم غنمشي غندير داري ان شاء الله. قررت انني ندير داري انا وولدي نرجعوا لدارنا. قررنا اننا نكملوا حياتنا مع باه. كما كتشوفوا معايا غنوريكم كي غندير نجمع حويجاتي وكي غيجي الفراق ديالي انا والوالده وكي غيجي فراقها مع ولدي، مع انها ولفاتو بزاف. الفراق كما كتعرفوا كلكم كيجي شويه صعيب ما ساهلش، ولكن الحمد لله على كل حال. هذه هي الدنيا وما عندنا ما نديرو، لازم نكملوا الحياه ديالنا انا وولدي مع باه. واخا الفرق ديال عامين ما ساهلش، والياس كبر مع امي عامين، هذه هو مع امي ما سهلاش. عامين راه صعيبه باش تربي واحد الوليد عامين وتجي واحد الفرصه فاش غتفرق معاه كتجي شويه قاصحه، ولكن هذه هي الدنيا الحمد لله على كل حال. دابا غتشوفوا معايا كي غنجمع حوايجي انا وولدي، نجمعوا الرحيل ديالنا وكي غنمشيو لدارنا وكي غنستفوا حويجاتنا انا وولدي في دارنا وكي غنعيشوا انا وولدي في دارنا. غنبقى نشارك معكم حياتي كلها، يعني ماشي غنشارك معكم غير الحاجه الزوينه في حياتي، غنشارك معكم الخايبه والزوينه، كلشي خصو نشاركو معكم في حياتي. مهما انني دخلت معكم لهاد القناه هادي لازم ما خصني نشارك معكم كلشي في الحياه ديالي. الحاجه اللي كنعيشها زوينه خصني نشاركها معكم، الحاجه اللي تنعيشها خايبه خصني نشاركها معكم. واليوم هذا هو القرار ديالي انا والياس، انا نمشيو نكملوا حياتنا مع باه. وغتشوفوا معايا كي غنجمعوا حويجاتي انا والياس كي غنمشي وكي غيجي فراق هو امي وكي غتجي الحياه ديالو بوحدو من بعد عامين معاش مع امي وبا. غتكملوا معايا الفيديو. وانتم كما كتشوفوا معايا هي الروينه ديالي، انا كنجمع حويجاتي. انتم كتشوفوا يعني ها حويجاتي مجموعين. غتكون عندي الروينه وكذلك غنخلي الروينه لامي، ماشي غير روينتي هي اللي غتكون. هذا فراش الوالده، هذا الياس كيطلع على الفراش وكيضحك مازال ما عارف شنو كاين، شنو هو الفراق، شنو هو من بعد ما كبر عامين مع امي وغيمشي وغيتفرق معاها. دابا نوصل ان شاء الله داري وغنوريكم التستيف اللي غندير نشارك معكم كي غندير نستف حويجاتي وكي غندير نرتب حويجاتي في الدار. من بعد ما وصلت لداري نتوما كتشوفوا ها هما حويجاتي حطيتهم هنايا. الدار اللي كريت حوايجي باقي كلشي مقلوب. نتوما كتشوفوا معايا ميعناتي. ها البيت الثاني هو هذا. دابا غنستف حويجاتي، واخا ما عنديش المريول الحوايج البنات، ما عنديش باقي. كتعرفوا بنادم يلاه دار الدار مازال ما دايره حتى حاجه. يلا عندي هاد الاستدارات وعندنا موسيه عاد. يلا ان شاء الله الا سهل الله نشريو شي مريول ان شاء الله الحوايج وفاش غنستف ميعناتي. وانتم كتشوفوا معايا الروينه ديالي. بعد ما نسالي ان شاء الله نرتب البيت ديالي كلها كما كتشوفوا، نرد السديرات بلاصتهم وكل حاجه بلاصتها، وغنوريكم الشكل النهائي ديال داري ان شاء الله. وانتم كما كتشوفوا معايا هي الروينه ديالي، انا كنجمع حويجاتي. انتم كتشوفوا يعني ها حويجاتي مجموعين. غتكون عندي الروينه وكذلك غنخلي الروينه لامي، ماشي غير روينتي هي اللي غتكون. هذا فراش الوالده. هذا الياس كيطلع على الفراش وكيضحك مازال ما عارف شنو كاين، شنو هو الفراق، شنو هو
من بعد ما كبر عامين مع امي وغيمشي وغيتفرق معاها. دابا نوصل ان شاء الله داري وغنوريكم التستيف اللي غندير نشارك معكم كي غندير نستف حويجاتي وكي غندير نرتب حويجاتي في الدار. هادو هما مهنتي اللي خرجت. هذا هو الشكل النهائي ديال داري كما كتشوفوا معايا وقبلوا عليا. راكم عارفين بنادم يلا داير الدار وغير على قد الحال. نتوما كتشوفوا هذه بيت الكلاس وهنا دايره ميعناتي. يعني راكم عارفين بنادم يلا دار الدار. وهنا دايره كوزينتي. وهنا دايره بيت النعاس. كما كتشوفوا معايا المتتبعين ديالي زوينين. انا يلا اول مره تنخرج من الدار ويلا كندير الدار وهادشي عطاتو لي الوالده الله يخليها لي ويطولها في عمرها. نشوفها كما بغيت ان شاء الله يا ربي بشي حجه لا هي لا الوالد الله يسهل عليهم في هاد نهار الجمعه كما وقفوا معايا. كنطلب الله يوقف معاهم وتهلاو فيا مساكن حيدوا لراسهم وعطاوني علاش نعس انا وولدي وراجلي. وقفوا معايا نتوما شفتوا عطاوني مساكن ميعنات واللي خطي علينا الوالدين هما الاساس في هذه الحياه هذه اللي خطيهم علينا. الله يطول لنا في عمرهم ويوقف معاهم. وحيدات مسكينه ميعنات لراسها وعطاتهم لي وحيدات سديدرات لراسها مسكينه وعطاتهم لي غير باش ندير انا الدار ونقص انا وولدي وراجلي. الله يجعل ربي يسهل عليهم في هاد نهار الجمعه والله يخلي لكم والديكم ويخلي لكم عزيز عليكم المتتبعين ديالي الزوينين والله يسهل على كل واحد.